القصة بتبدأ بمركب صغيرة ماشية في نص البحر وراكب فيها اتنين، واحد اسمه ليند والتاني ليونيل. وهم ماشيين كده بيطلع لهم من المية وحش ضخم جدا شكله غريب ومخيف. لكن المدهش إن ليونيل مخافش خالص، بالعكس مسك الكاميرا وبدأ يصوره عشان يثبت لأصحابه إن الوحش ده مش خرافة. ليونيل حاول يربط الوحش وينزل معاه تحت المية عشان يدرسه، لكن الخطة ما نجحتش والوحش رماهم هما الاتنين على الشط والكاميرا اتكسرت. بعد اللي حصل ليند قرر يسيب الشغل مع ليونيل وقدم استقالته لأنه خاف يكمل معاه. لكن بعد فترة ليونيل جاله جواب غامض مكتوب فيه إن في وحش أسطوري موجود في واشنطن ولازم يروح يشوفه بنفسه. ليونيل اللي دايما كان بيحب المغامرات اتحمس جدا وقرر يروح فورا. قبل ما يسافر راح لنادي المغامرين، لكن رئيس النادي قال له إن المكان ده للأعضاء بس، ولو عايز ينضم لازم يثبت بالدليل إنه شاف حاجة حقيقية. ليونيل طلع لهم حفرية غريبة شكلها رجل ضخمة جدا وقال إنها لرجل عملاق اسمه ساسكواتش، وإن في تقارير بتأكد إن ده مش إنسان ولا قرد بل مخلوق بين الاتنين. وراه صور وشرح لهم، لكنه اتفاجئ إن رئيس النادي رفض كلامه بل وكسر الحفرية قدام الكل. ليونيل اتعصب جدا ووعدهم قدام الجميع إنه هيرجع بدليل قاطع على وجود المخلوق ده، وقال للرئيس لو أثبتت كلامي لازم تعتذرلي وتدخلني النادي. الرئيس وافق، لكنه من وراه استأجر قاتل مأجور عشان يخلص على ليونيل في الرحلة. في اليوم اللي بعده ليونيل سافر لواشنطن، ولما وصل هناك ركب حصان ومشي لحد بيت خشب وسط الغابة. هناك شاف آثار أقدام عملاقة، وبعدها لمح حد بيجري من بعيد